النهارده النادي الاهلي كسب الاتحاد السكندري 4-1. الاهلي قدم الشوط الاول على افضل، على احسن، على اروع ما يكون، على اروع ما يكون. هدف اول من ضربه جزاء لعمر كمال اللي خد رجل المباراه، بس تسديد الضربه اعتقد بشكل جديد ما شفناهوش قبل كده. صاروخ في المقص اليمين. بيتقدم النادي الاهلي 1-0 مبكرا في الدقيقه 28 لوسام ابو علي، ثم رضا سليم كمان سجل هدف ما فيش اجمل من كده، بس كان احلى من ضربه الجزاء التمريره اللي كان عملها امام عاشور لعمر كمال وجاب منها الهدف البنالتي اللي سجل منها وسام ابو علي. ثم رضا سليم بشماله بيحط كرة حلوه قوي على يمين المهدي سليمان. الاهلي ابى ان الشوط الاول يخرج من غير اجمل، احلى، اروع اهداف الاهلي هذا الموسم من تسديده، ولا احلى من عمر كمال اللي لعب باك ليفت وكان طاير من الفرحه ويستحق يعني انه يفرح بالجول. جميل جماله على فكره. يمكن في وسط الحلقه كده اجيب لكم كام جون، كام تسديده كده لعمر كمال. تسديده حلوه، التمريره مع التسديده مع تلبس بالشكل ده، شكلها ما فيش اجمل من كده. الشوط الثاني للنادي الاهلي بدأ بتراخي شديد جدا، وطارق العشري عمل 4 تغييرات ورجع لي الجون ده الثاني يا نصر. الحقيقه ال3 المدافعين بتوع الاهلي ماسكين بعض، يعني حاجه غريبه جدا. بص حضرتك، بص على الاحمر جوه ال 18، بص ادي مهاجم اهو معاه رامي ومحدش عايز يروح على الراجل المهاجم. ادي 1 2 3 4 5 احمر و2 مهاجمين، واحد ممسوك والثاني اللي جاب الجون ده لوحده تماما. الاتحاد كان هيرجع للمباراه لولا ضربة جزاء. دي الفرصة الوحيدة للاتحاد السكندري في اللقاء، وحتى اللعيبة جمعوا بعض بعدها، يعني بيعاتبوا بعض وبيلوموا بعض، لأنه فعلا الهدف وحش، يعني دفاعيا وحش. بعد كده جت ضربة جزاء للنادي الأهلي احتسبها الحكم محمد معروف دون تردد. ضربة جزاء كان كهربا لسه نازل، قدر كهربا انه ياخد ثقه تاني كولر وحطها حلو قوي كمان على يمين المهدي سليمان. 3 نقاط غاليه للنادي الاهلي، والماتش اللي فات 3 والماتش ده